السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنعيد مع بعض طريقة تقفيل الشنطة، لأن في ناس كتير جدا سألوني على طريقة التقفيل. الشنطة دي أنا اشتغلتها أكتر من مرة بأكتر من لون، وليها فيديو مفصل على القناة من البداية للنهاية على قناة موزي وموري كروشيه، وليها كمان فيديو على قناة سماح عياد. يعني الشنطة ليها فيديوهين، على قناة موزي وموري كروشيه فيديو، وعلى قناة سماح عياد الفيديو التاني. الطريقة مفصلة، شرح مفصل للمبتدئين من البداية للنهاية. ناس كتير منكم سألني تاني على طريقة التقفيل لأن مش فاهمها، فالنهاردة إن شاء الله أنا عملت شنطة بلون مختلف، لون تالت، وهنبدأ نقفل مع بعض ونشوف مع بعض الطريقة. طريقة سهلة جدا ما فيهاش أي صعوبة، التقفيل بغرزة منزلقة. الشنطة بتاعتنا عبارة عن 4 أجزاء نفس المقاس زي ما انتم شايفين كده على شكل مستطيل. ده الجزء الأول، الجزء التاني، الجزء التالت، الجزء الرابع. ال4 أجزاء قد بعض نفس المقاسات، في منهم جزئين. الجزء الأول والتاني مفيهمش إيد، والجزء التالت والرابع فيهم الجزء بتاع إيد الشنطة زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم، لو حابين تعرفوا طريقة عمل الشنطة من البداية خالص وازاي احنا اشتغلنا ال4 أجزاء، هترجعوا للفيديوهات على قناة موزي وموري كروشيه وعلى قناة سماح عياد. انا كده اشتغلت ال4 أجزاء وجهزتهم. في كل جزء بسيب في البداية خالص قبل ما اعمل عقدة البداية حوالي 5 متر من الخيط عشان التقفيل. ده الجزء الأول، وده الجزء التاني، الجزء التالت، الجزء الرابع. بسيب في كل جزء قبل ما ابدأ خالص واعمل عقدة البداية، بسيب حوالي 5 متر من الخيط عشان التقفيل. لو مش بتسيبوا خيط بترجعوا توصلوا خيط زي ما هتشوفوا في الفيديوهات على قناة موزي موري كروشيه وعلى قناة سماح عياد. انا هنا سبت الخيط في البداية، في الفيديوهات الخيط انا وصلته في النهاية خالص بعد ما خلصت شغل ال4 قطع وشبكت زي ما هتشوفوا في الفيديو كده بالتفصيل. وهنا عندي الجزء بتاع الايد بسيب برضو فيه جزء كده عشان خياطة الايد والتقفيل. يبقى انا كده عندي ال4 اجزاء بتوعي جاهزين على التقفيل. يلا بينا نبدأ كده ونقول بسم الله. في البداية كده بجيب الأجزاء بتاعتي وبحاول أظبط الأماكن بتاعتها. دول الجزئين اللي فيهم إيد الشنطة، باخد جزء منهم، الجزء ده كده. نخلي بالنا كده ونركز هنعمل إيه. هسيب لكم برضو في نهاية الفيديو رسم كده لطريقة ترتيب الأجزاء بتاعت الشنطة. خلي بالنا، ده الجزء اللي هو فيه الإيد، بجيبه كده شايفين، وبخلي الإيد على جنب. الإيد هنشبكها بعد ما بنخلص تشبيك ال4 أجزاء مع بعض. وبخلي طرف الخيط بتاعها كده برضو على جنب. شايفين انا عملت ايه؟ ده الجزء اللي فيه ايد الشنطة، اول جزء من الجزئين بخليه كده تمام. وبعد كده بجيب جزء من اللي ما فيهمش ايد للشنطة، ده الجزء اللي هو ما فيهوش ايد، ده جزء من غير ايد. يبقى الجزء الاول اللي فيه ايد والجزء التاني ما فيهوش ايد بخليه تحت كده، تحت كده بالظبط. شايفين طرف الخيط بيبقى جنب بعضه، ال4 اطراف بتوع الخيط هيبقوا في المنتصف بالظبط، في النقطة اللي في المنتصف. ده الجزء التاني اللي هو ما فيهوش ايد الشنطة. بعد كده بجيب الجزء التالت، هخلي الخيط فوق كده، الجزء التالت اللي هو فيه ايد الشنطة. ده الجزء التالت اللي فيه ايد الشنطة، بحطه كده. شايفين طرف الخيط برضو في المنتصف بالظبط، بحطه كده. نقرب كده شوية. وبعد كده هجيب الجزء الرابع والاخير، ده الجزء اللي هو ما فيهوش ايد الشنطة، بحطه كده اهو. ده الجزء اهوت الرابع، بحطه كده.
نقرب بقى ونخلي في المنتصف بالظبط كده في نص الكادر بتاع التصوير عشان تشوفوا كويس. ده اول جزء اللي فيه ايد الشنطة ده. شايفين الاربع اطراف بتوع الخيط جنب بعض في المنتصف بالظبط، الاربع اطراف اهو في المنتصف بالظبط. ده اول جزء اللي فيه ايد الشنطة. ده الجزء التاني اللي ما فيهوش ايد الشنطة، بخليه تحت منه كده. عندي هنا 18 غرزة قصادهم 18 سطر، دول هيتشبكوا مع بعض بطرف من الخيط، طرف من الاطراف. وعندي هنا 18 غرزة هشبك قصادهم 18 سطر بطرف من الخيط. وعندي هنا 18 غرزة قصادهم 18 سطر هشبكهم بطرف من الخيط. وعندي هنا 18 غرزة قصادهم 18 سطر هشبكهم بالطرف الرابع. نركز كويس واحنا بنرتب الأجزاء عشان نعرف نشبك صح. كده أنا رتبت الأجزاء بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. ده جزء فيه ايد الشنطة، وده الجزء اللي مفيهوش ايد الشنطة، وده الجزء اللي فيه ايد الشنطة الجزء التاني، وده الجزء الرابع اللي مفيهوش ايد الشنطة. يبقى انا عندي هنا الجزئين ده واللي عكسه مفيهمش ايد، والجزء ده واللي عكسه فيهم ايد. 1 2 1 2. برتبهم بالشكل ده كده. بشيل الخيط بعيد شوية عشان برضو تشوفوا اكتر. الشنطة سهلة جدا وحلوة جدا، من اشيك واجمل الشنط واسهل الشنط. بس طبعا في كتير بيدخل يسألني في التعليقات طريقة التقفيل مش عارفة اقفل، او الطريقة متبقاش مظبوطة معايا. الطريقة سهلة جدا بغرزة منزلقة، ما فيهاش اي صعوبة. هيبقى الشكل زي ما انتم شايفين كده. نخلي بالنا تاني، ده الجزء اللي فيه ايد الشنطة، وعكسه الجزء اللي فيه ايد الشنطة التاني، وده الجزء اللي ما فيهوش ايد شنطة، وعكسه الجزء الرابع ده كده. تمام. هبدأ كده بسم الله. بشيل الجنب ده وبشيل كمان الجنب ده، وهبدأ أشبك أول جزئين مع بعض. نخلي بالنا، بسيب أي طرف من الطرفين وبروح للطرف التاني وبمسك كده وأجيب الإبرة بتاعتي أهو. ده الجزء اللي فيه إيد الشنطة، وده الجزء اللي مفيهوش إيد الشنطة. هبدأ أشبك بقى بغرزة منزلقة. هنشبك إزاي؟ بفك طرف الخيط اللي أنا هستخدمه. أنا بس ربطهم كده عشان ما يعطلونيش في الشغل بتاعي أو ما تلخبطوش معايا. حوالي 5 متر من الخيط ده بسيبه، هشبك بيه جنب تاني. وبروح هنا كده بجيب الإبرة بتاعتي اللي أنا اشتغلت بيها، أو بكبر الإبرة اللي أنا اشتغلت بيها من نص نمرة أو نمرة عشان المنزلقة ما تبقاش مشدودة معايا. لو انتوا بتشدوا ايديكم في المنزلقة هتكبروا مقاس الإبرة شوية، نص نمرة أو نمرة كاملة. يعني لو اشتغلتوا ب4 هتعملوا المنزلقة ب4.5 أو 5 وهكذا. فأنا بجيب بقى الجزء اللي هو فيه ايد الشنطة ده. اوريكم تاني، ده اللي فيه ايد الشنطة. عندي هنا في البداية اللي هما 18 سلسلة اشتغلت عليهم 18 غرزة حشو. ده الجنب اللي فيه السلاسل بتاعة البداية. بحطه كده على الجنب التاني العكس. هنا عندي السطور وسلاسل البداية، هنا هشبك فيها قطعة تانية. بحط كده الجنب ده فوق الجنب ده، وببدأ أدخل هنا تحت حرف الفي بتاع سلاسل البداية مع السطور اللي هنا، وبشتغل منزلقة. بشتغل هنا تحت حرف الفي، وبشتغل هنا في الغرزة اللي هي بتبقى في نهاية السطر. نخلي بالنا معايا طرف الخيط اهو. بدخل كده في اول غرزة اللي هي حرف الفي. هقرب بس شوية كده بسيطة. بدخل في حرف الفي بتاع اول غرزة، وبروح هنا على اول غرزة برضو بتاعت حرف الفي اللي هنا، اللي هي اول غرزة تعتبر اول سطر. بدخل في الغرزتين مع بعض. شايفين؟ بدخل في الغرزتين مع بعض. وبعد كده باخد طرف الخيط من تحت الجزء اللي تحت ده، وبسحبه من الغرزة اللي هنا اللي هو السطر الاول هنا تحت، وبعد كده بسحبه من الغرزة اللي هنا اللي هي اول غرزة في ال18 غرزة. تمام. وبعد كده اصبح معايا حلقة على الابرة.
بروح على الغرزة التانية من تحت حرف الفي هنا مع السطر التاني هنا، بسحب من تحت وبعد كده بطلع على الغرزة اللي فوق وبعمل منزلق. المنزلقة معايا لفة على الإبرة، بسحب اللفة التانية من اللفة الأولى بالشكل ده كده. بكرر بقى على كل الغرز لحد ما اخلص تقفيل. الغرزة التالتة هنا تحت حرف الفي مع السطر التالت هنا، الغرزة اللي بتبقى في نهاية السطر كده، عندي الغرز اللي هي في نهاية السطر، وبدخل وبسحب الخيط من تحت. ايدي الشمال ماسكة طرف الخيط، ايدي الشمال ماسكة طرف الخيط، بسحب من تحت، بطلع من السطر الأول وبعد كده بطلع من الغرزة وبعد كده بطلع من الحلقة اللي على الإبرة. هي دي الطريقة، ما فيهاش أي صعوبة، سهلة جدا وأشيك طريقة وأنضف طريقة في التقفيل. الغرزة الرابعة بدخل تحت حرف الفي هنا مع السطر المقابل ليها تحت، وبعد كده باخد الخيط من ايدي الشمال، بسحب الخيط من تحت، بطلع بيه من السطر وبطلع بيه من الغرزة من تحت حرف الفي، وبعد كده بطلع بيه من اللفة اللي كانت على الإبرة. ده شكل غرزة المنزلقة، هتبان معايا اكتر لما اشتغل عدد من السطور او عدد من الغرز. الغرزة اللي عليها الدور بدخل فوق تحت حرف الفي مع السطر المقابل ليها، وبسحب الخيط من تحت، بطلع بيه من السطر وبعد كده بطلع بيه من الغرزة وبعد كده بطلع بيه من الحلقة اللي على الإبرة. تاني الغرزة اللي عليها الدور بدخل بالإبرة في حرف الفي تحت الحلقتين، وبعد كده بدخل في السطر تحت بتاع القطعة التانية السطر المقابل للغرزة، وبسحب الخيط من ايدي الشمال من تحت، بطلع بيه من السطر كده وبعد كده بطلع من الغرزة وبعد كده بطلع من الحلقة اللي على الإبرة. بس هي دي طريقة التقفيل، طريقة متماسكة جدا بتخلي الشنطة بتاعتي متماسكة وشكلها حلو جدا، والتقفيل بتاعها بيبقى شكله نظيف. بكرر بقى على كل السطور وكل الغرز. الشكل بدأ يبان معايا، هكمل كده لحد ما اكمل ال18 غرزة اللي في البداية، وبعد كده بضم الجنبين على بعض وبقفل الجنب التاني. وصلت هنا عند اخر غرزة في ال18 غرزة اللي في الجنب ده، بشبكها مع السطر المقابل ليها هنا، هيبقى الشكل كده، شكلها جميل جدا زي ما انتم شايفين. ده شكل غرزة المنزلقة. بعد كده بضم الجنبين دول على بعض، شايفين ده شكل الجزء اللي انا قفلته. بضم بقى الجنبين دول على بعض كده وببدأ اشبك برضو كل سطرين قصاد بعض، الجنب ده بيبقى تحت، الجنب ده بيبقى تحت، وده فوق. هلف كده شوية عشان اعرف اشتغل. بدخل في الحلقة تاني اللي كانت معايا وايدي الشمال تحت ماسكة الخيط، وببدأ ادخل بقى في السطر اللي هنا مع السطر المقابل ليه هنا، وبسحب من هنا ومن هنا، بطلع فوق وبعمل منزلقة. بكرر تاني، هيبقى معايا كده سطر قصاد سطر، السطر اللي هنا مع السطر المقابل ليه هنا، وبسحب من السطرين من تحت لفوق وبعمل منزلقة.
السطر الثالث. شايفين السطر بدخل في الغرزة كلها هنا مع الغرزة كلها هنا، وبسحب من القطعة دي اللي تحت الأول، وبعد كده بعدي على القطعة اللي فوق، وبعد كده بسحب من الحلقة اللي على الإبرة، بعمل منزلقة. ما نشدش ايدينا في المنزلقة عشان الشغل ما يلمش معايا ويبقى مفرود وشكله حلو. هشتغل معاكم كمان سطر، السطر ده كده مع السطر المقابل ليه. شايفين بدخل هنا وبسحب الخيط من هنا من القطعة اللي تحت الأول، وبعد كده بعدي على القطعة اللي فوق وبعمل منزلقة. هيبقى الشكل كده. شايفين شكلها جميل جدا. وهنا عندي السطور البارزة دي بتعمل شكل زجزاج كده، بيدي شكل جمالي، شكلها حلو جدا. هكمل بقى بنفس الطريقة، بخلي الجزء ده تحت والجزء ده فوقيه كده، وبشبك بنفس الطريقة لحد ما اوصل هنا. هكمل تشبيك ونرجع نشوف الشكل عامل ازاي. خلاص كده شبكت اول جزئين بالطريقة اللي شفناها مع بعض قبل الفاصل. بقى الشكل زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا. وصلت هنا عند اخر سطر في الجنب اللي تحت، هفك الغرزة بس واوريكم ازاي احنا شبكناه. هنا انا دخلت في اخر سطر في الجنب ده مع اخر سطر هنا اللي هو حرف الفي بتاع الغرزة الاخيرة هنا، وبسحب كده وبعمل منزلقة. بعد كده بسحب من السطر اللي فوق وبشتغل منزلقة كده على السطور دي كلها لحد ما اوصل عند الجزء بتاع الايد. لو مش حابين تشتغلوا الجزء ده كده مفيش مشكلة، انا بس عايزة اثبت الخيط بتاعي، وعايزة كمان اثبت الجزء بتاع السطور ده، واكمل بغرز منزلقة عشان الشكل الجمالي يبقى شكله حلو. لو حابين تقصوا الخيط هنا عند اخر غرزة وتنضفوه مفيش مشكلة، حابين تشتغلوا الجزء اللي انا بشتغله ده برضو زي ما انتوا عايزين. وصلت هنا اخر سطر اللي تحت الايد، بشتغل اخر غرزة وبسحب الخيط. طبعا بقص الخيط انا خلص معايا، بسحبه كده وبعديه تاني ناحية الخلف من الغرزة الاخيرة هنا، وبنضفه بإبرة التنظيف تحت الغرز. هيبقى الشكل كده تمام. كده انا ثبت السطور دي كده عشان ما توسعش مع الاستعمال، وفي نفس الوقت وصلت غرز المنزلقة كده شكلها حلو جدا. ده شكل الجزئين اللي احنا شبكناهم مع بعض. بعد كده هنضف الخيط ده تحت الغرز وهقص الجزء الزيادة، وبروح على الايد وهبدأ اشبك الايد. هشبك الايد هنا بطرف الخيط اللي انا سبته، هيبقى شكلها كده. هشبكها هنا عندي 6 سطور، اشتغلت هنا 6 سطور، هشبكها في 6 غرز، 1 2 3 4 5 6 بإبرة التنظيف. انا سايبه جزء من الخيط، بظبط كده وبشبك من هنا من تحت حرف الفي.
بشبك في كل غرزة مرتين عشان اثبت الشغل بتاعي. هيبقى الشكل كده. برجع تاني بنفس الطريقة خلاص كده شبكت ايد الشنطة زي ما شفنا مع بعض. بعد كده بعدي طرف الخيط ناحية الخلف وبنضفه برضو تحت غرز الحشو بإبرة التنظيف. هيبقى الشكل كده. ده شكل الجزئين اللي احنا شبكناهم مع بعض، اول جزئين من الاربعة. هيبقى الشكل كده، وده الشكل من تحت. ده شكل غرزة المنزلقة زي ما انتم شايفين، جميلة جدا ومتماسكة جدا. بعد كده بحط الجزئين دول على جنب وهجيب الجزئين التانيين وهشبكهم بنفس الطريقة. ده الجزء اللي فيه ايد الشنطة. بخليه كده، شايفين الجزء معايا اهو. برضو بعد لكم تاني عشان التأكيد. بلفه كده وهجيب الجزء التاني اللي هو مفيهوش ايد الشنطة. بحط كده، بخلي طرف الخيط، طرفين الخيط جنب بعض. ده الطرف اللي كان ملفوف فك مني، وده الطرف التاني اهو. تمام كده الجزئين اهو. بحط الجزء ده اللي هو بتاع ايد الشنطة فوق الجزء التاني، فوق الجزء التاني، وببدأ اشبك هنا 18 غرزة مع 18 سطر تحت. وبعد كده بوصل هنا عند الزاوية دي، بلف الجزئين على بعض كده، وبرضو بخلي ده تحت وده فوق، وبشبك بنفس الطريقة لحد ما اوصل هنا عند الجزء اللي هو تحت ايد الشنطة. هشبك الجزئين التانيين بنفس الطريقة، ونخيط ايد الشنطة برضو بنفس الطريقة، وننضف كل الخيوط الزيادة، ونرجع نشبك الاربع اجزاء مع بعض. انا كده شبكت تاني جزئين مع بعض بنفس الطريقة، يعني شبكت الاربع اجزاء كل جزئين مع بعض. بقى الشكل زي ما انتم شايفين. دول اول جزئين، بشبك جزء فيه ايد والجزء التاني مفيهوش ايد، ودول تاني جزئين. بعد كده قبل ما انضف الخيوط الزيادة، عايزة اوريكم ازاي هنشبك الاربع اجزاء مع بعض. باخد اي جزئين وبقلبهم كده على الظهر. ده ظهر الشغل اللي هيكون داخل الشنطة من جوه، وبجيب الجزئين التانيين وبخليهم عكس بعض. بخليهم عكس بعض كده، يعني ده وش الشغل بتاعي في الجنبين اللي فوق او الجزئين اللي فوق، ووش الشغل تحت في الجزئين اللي تحت. تمام. باجي هنا عندي طرفين الخيط الباقيين عندي اللي في القاعدة من تحت، دول هيكونوا في قاعدة الشنطة اللي احنا بنبدأ من عندهم التشبيك. احنا شبكنا بطرفين، فاضل عندي طرفين من الاربعة. طبعا الطرفين بيبقوا في المنتصف بالظبط زي ما اتفقنا. يبقى كده الطرفين بيبقوا في المنتصف بالظبط، في النقطة اللي في منتصف القاعدة. باخد طرف منهم وبشبك بيه الجنبين دول مع بعض، والطرف التاني بشبك بيه الجنبين دول مع بعض بنفس الطريقة اللي احنا شبكنا بيها. عندي هنا بجيب الجنب او الجزء اللي فيه الغرز، الجزء اللي فيه 18 غرزة، بحطه فوق الجزء اللي فيه السطور.
بشبك ال 18 غرزة في 18 سطر، وبعد كده بكمل الجنبين مع بعض لحد ما اخلص خياطة او تشبيك. هنا برضو بنفس الطريقة، عندي الجزء ده اللي هو فيه ال 18 غرزة بخليه فوق الجزء بتاع السطور، وبشبك بطرف الخيط التاني بنفس الطريقة، وبعد كده بكمل خياطة الجنبين مع بعض. هكمل بقى بقية الأجزاء، هشبك كده الجنبين الباقيين، الجنب ده بطرف والجنب ده بالطرف التاني، وعندي الخيط في المنتصف بالظبط. هكمل تشبيك ونرجع نشوف الشكل النهائي للشنطة عامل ازاي. انا كده قفلت الشنطة كلها بالطريقة اللي شفناها مع بعض قبل الفاصل، وخيطت اللوجو كمان. بقى الشكل زي ما انتم شايفين، ده الشكل النهائي للشنطة بتاعتنا، شكلها جميل جدا جدا. شايفين شكل التقفيل، غرز المنزلقة، وده شكل القاعدة بتاعت الشنطة، يبقى شكلها كده. الشنطة من جوه واسعة جدا. احنا كده النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة عرفنا طريقة تقفيل الشنطة دي. زي ما قلت لكم في البداية، كتير جدا بيسألني على طريقة التقفيل، وبقول لكم تاني الشنطة اشتغلتها شرح وافي جدا للمبتدئين على قناة موزي وموري كروشيه وعلى قناة سماح عياد. اشتغلتها باللون البيج على قناة موزي وموري كروشيه، وباللون الابيض على قناة سماح عياد على اليوتيوب. لو حابين ترجعوا لطريقة عمل الشنطة من البداية خالص خطوة بخطوة بالتفصيل، هترجعوا للفيديوهات اللي على القناتين. شنطة جميلة جدا، من أجمل وأشيك الشنط الصيفية اللي أنا اشتغلتها، شنط المصيف. تقدروا تشتغلوا بأي مقاسات انتوا عايزينها. بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، واكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الشنطة، بتشاهدوني من أي بلد. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا إشعار بأي فيديو جديد أنا بعمله. وإن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.